انا جايبالك النهارده وصفه سهله وبسيطه لفطيره البريوش، ممتازه. غيري رايك في اي فطيره تعمليها ومش هتبطلي تعمليها كل يوم من جمالها وخفتها. شايفين الشكل؟ شايفه من جوه عامله ازاي؟ وهنا محشيه جبنه ما شاء الله، وطريه وهشه، وتنفع معاكي عشاء او فطار، واولادك هيحبوها وهيطلبوها منك كل يوم. لو عايزة تعرفي الطريقة وازاي عملتها والمكونات، خليكي معايا وكملي الفيديو للاخر عشان فيه تريكات وفيه حاجات هتعجبك قوي. بس كملي الفيديو معايا للاخر، وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ونبدأ مع بعض على طول ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده مكوناتها سهلة وبسيطة وهقولك عليها، ومش يعني من كتر ما هي سهلة هتعمليها كل يوم. معايا هنا 3 كوبايات الا ربع دقيق، و4 معالق سكر، وخميرة فورية، وكوباية الا ربع لبن، وبيضة، وهاخد من هنا معلقة زيت، معلقة واحدة بس. اول حاجة هنبدأ مع بعض كده نحط المكونات السائلة في الطبق كده مع بعض. هنحط اللبن، وبعد كده هننزل بيه ال4 معالق سكر، وهنقلبهم كويس اهو. وهنحط كيس الخميرة، وهنا معايا خميرة فورية زي ما قلت لكم، وهقلبها. وهنزل بالبيضة، وكل دي المواد السائلة مع بعضها اهو. هنزل بالبيضة واقلب كله كويس بمضرب يدوي عادي او معلقة عادي، مش محتاجين مضرب كهرباء ولا عجان ولا اي حاجة. هي سهلة بسيطة خالص، مش هتتعبك، وفي ثانية هتكون اتعجنت معاكي. هنا بتأكد ان خلاص تقلب كويس اهوت، والخميرة دابت والبيضة ومفيش حاجة باينة تاني من المكونات اهو. تمام. هنزل بقى بعد كده بالدقيق. هنا الاول هاخد معلقة زيت، معلقة واحدة بس زي ما انت شايفة كده، مش هتكتري اهو. وهقلب تقليبة كمان، وبعد كده بقى هنزل بالدقيق اهو. هنزل بالدقيق واقلب تقليبه كده بالمضرب. وهنا بقى خلاص المضرب كده مهمته انتهت، وهبدا اعجن بايدي طبعا، لان عشان تتحكمي في العجينه وتعرفي ملمسها هي تعمليها بايدك. وهنا هعجنها، بس العجينه هتبقى معايا هنا بتلزق كده وطريه، وانا عايزاها كده ما تقلقيش من حاجه. ولو انتي وصلتي بقى لحد هنا ولسه جديده في القناه وما تعرفنيش، انا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد. وما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا في القناه ما تنسيش تعملي لي لايك وتقولي لي رايك في الكومنتات، وتشجعيني كده بكومنت حلو من ايدك اهو. بلم العجينه خالص هنا زي ما انتوا شايفين بتلزق كده اهو. انا عايزاها كده بتلزق زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا هحط حوالي معلقة دقيق وهلمها تاني، وعشان اعرف اخد ودي معاها كده في العجينه وكده هحطها على الرخامه. اني بصراحه انا بحب اعجن على الرخامه، بحس ان انا بعرف المها كويس واعجنها. هنا رشيت على الرخامه كده رشه دقيق، وبلمها كده وهتبقى معايا كويسه. وما تقلقيش خالص من اللزقان ده، انا عايزاها كده عشان تبقى طريه معاكي وهشه وخفيفه زي ما شفتيها في اول الفيديو اهو. كده بعد ما اتلمت خالص شايفه بتلزق بس ما بتمسكش في الرخامه، يعني بتلزق وانا بعملها اهو، بس ما بتمسكش في الرخامه. ببدا كده اهو زي ما انت شايفه لسه بتلزق. بتنيني كده ايه، افضل ايه اعملها رايح جاي كده لحد ما احس ان هي اتلمت معايا خلاص اهو. وبعرف ازاي بقى ان هي خلاص. باجي بقى كده بعد ما المها كويس كده باخد حته من العجينه كده، هوريكم دلوقتي هعرف ازاي ان هي لسه عايزه تاني تتخدم تاني ولا خلاص كده اهو. شايفه بتلزق بس اما اشيلها ما بتسيبش اثر عجين في الرخامه ولا حاجه، بتتشال معايا اهي. وكل ما بتدي وتاخدي فيها كده بتلم معاكي اكتر وبتبقى طريه وجميله. تمام اهو. ويعني هي سهلة، وعشان مكوناتها خفيفة ومش كتير فبتتعمل معاكي على طول ما بتتعبكيش. هنا بقى عشان اعرف ان هي لسه او خلاص ببدأ امسك حتة عجينة كده واقعد افردها بايدي كده. لو قطعت معايا يبقى لسه محتاجة تاني تتخدم مني شوية زي ما انت شايفة كده. هنا خرمت معايا وقطعت اهي، يبقى لازم اعملها تاني اهو.
وبتبقى سهلة خالص يعني في لمها كده، مش بتتعبني ولا حاجة اهو. وبعد هلمها تاني كده وابدا اشيل حته تاني كده. لو ما قطعتش يبقى خلاص كده، هي كده زي ما انتوا شايفين خلاص اهي بفردها وما قطعتش ولا خرمت ولا فيها اي حاجه، يبقى هنا كده بقت خلاص تمام. هحطها بقى في طبق تاني اهوت اهو، بوريها لك اهو. شفتي ملمسها بقى طري وناعم وما بتشققش مهما افتحها وكده. كده خلاص بقى في المرحله دي هجيب حته زبده صغيره كده والمها تاني في بيها يعني. ولو عايزه هنا تحطي زيت مفيش مشكله، بس الزبده احسن هتطعمها وتديلها طعم جميل اهو. هنا بقى اما بتحطي حته الزبده بتحسي ان هي اتقطعت منك كده، لا ما تخافيش كده ما باظتش ولا حاجه. بس هنا انا حبيت المها على الرخامه زي ما قلت لكم، انا بحب اعجن على الرخامه فحطيتها تاني. وبرده شايفه هنا مقطعه وبتلزق وكده، هتلم معايا دلوقتي وهتشوفي اول ما السمنه العجينه بتتشربها خلاص بتبقى بتتلم معايا، والرخامه هتبقى نضيفه دلوقتي ومفيش اي حاجه فيها اهي، وبتبقى ناعمه وطريه وجميله. كل ده بقى كل العجن اللي انتوا شايفينه ده دي سبب من اسباب نجاح يعني الفطاير او الحاجات المعجنات اللي انت بتعمليها اللي هي بتحتاج عجن كتير. شايفه بقت طريه وناعمه وجميله ومش بتقطع ولا اي حاجه اهو. اهو كده خلاص او شايفه بوريها لك تاني، ومهما اعمل فيها بصي الرخامه بتطلع نضيفه ومفيش اي حاجه اهو. هبدا بقى احطها في الطبق واغطيها بكيس نضيف كده واغطيها بفوطه. وانا كنت هنا مدفيه الفرن شويه علشان ايه يساعدها معايا ان هي تخمر بسرعه يعني عشان احنا في الشتاء وكده. هنا بقى بعد ما خمرت هبدا اهبطها واطلع الهواء اللي فيها وانزلها معايا على الرخامه. بس هنا انا عايزه اقول ملحوظه يا جماعه عشان يبقى في مصداقيه كده معاكم. انا هنا المفروض كنت حطيت رشه دقيق على الرخامه، بس انا غلطت وحطيت رشه زيت، فما ينفعش الزيت عشان ما اتحكمتش فيها كويس وما طلعتليش البريوش يعني ايه مخرفش من فوق كده او مدي الشكل قوي زي ما هتشوفوه كده. يعني المفروض هو كان الشكل يبان قوي كده، بس عشان حطيت زيت فخليتها يعني ايه ما اديتش الرسمه اللي انا عايزاها بالظبط. هنا المفروض بقى كنت تحت العجينه دي ارش رشه دقيق هتديها ايه القوام بتاعها كويس وهتتلف معايا كويس وكده. فانتم ما تيجي تعملوها وتوصلوا للمرحله دي رشي رشه دقيق بلاش زيت. تمام اهو. هنا بقى فردتها خدت حته منها وفردتها كده مستطيل وحطيت هنا. انا كنت هحشيها جبنه، عايزه تحشيها شوكولاته ماشي، عايزه تسيبيها ساده ماشي، دي حاجه اختياريه بالنسبه لك زي ما تحبي. وهبدا بالسكينه كده بحرف السكينه بعملها شرايح كده، زي لو فاكرين كده لما نيجي نعمل طاقية السلطان برضو كنا بنعملها بالشكل ده كده. بس طاقية السلطان كانت طبقتين، طبقة شوكولاتة وطبقة فانيليا، انما دي طبقة واحدة بس بيضة اهو. هلف بقى كويس قوي على الجبنه كده واضغط عليها من النواحي بحيث ان انا ايه اخليها ما تفتحش معايا في السوا وكده او الجبنه تطلع بره او كده اهو. وهلف معايا. شايفه بقى التلزيقه اللي في الرخامه دي عشان الزيت. انا بقى لو كنت حطيت رشه الدقيق كانت ايه ظبطت معايا. فدي ملحوظه انا غلطت فيها وحبيت ان انا اقولها لك عشان ايه تعمليها صح. بس في الاخر برضو ادتني الشكل اللي انا عايزاه. فاهمين اهو. هنا انا عملت واحده اهي، هعملهم كلهم بقى بنفس الطريقه وهوريها لك دلوقتي. هنا هي اتعملتها بنفس الطريقه. هنا بقى بغطيها بفوطه وزي ما قلت لكم ببقى مدفيه الفرن شويه واسيبها تاني ترتاح وتخمر. هنا بقى بسم الله ما شاء الله اهي بعد ما خمرت اهي برضو يعني الحمد لله نجحت معايا وادت الشكل اللي انا عايزاه. هنا بقى انا كنت واخده بياض بيضه وحاطه عليه حبه زيت زيتون. انا ما حبيتش اخد الصفار عشان بحس ان هو بيخليه يعني ايه حبيتش احط الصفار البيض معاه عشان ان هو بيخليه بحسها زفره كده. انما انا هنا خدت البياض بس وحطيت معلقه زيت زيتون عليه كده وبالفرشه زي ما انتوا شايفين كده بالراحه عشان ما هبطهاش لانها هنا كده كانت خمرت. ببدا بالفرشه كده والف عليها كلها كده لحد ما ادهنها كده زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ادخلها في الفرن كده على الشبكه. هنا هي لسه في مرحله البدايه ما كانتش لسه استوت. هوريكم كمان دلوقتي كمان شوية كده بعد ما خلاص استوت واستوت من تحت واللون بتاعها هو اتظهر.
هنا بقى في المرحلة دي انا طفيت تحت وقدت لها الشواية، مفيش دقيقة واحدة وكانت طالعة معاكم زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله كده. التركية الاخيرة بقى اللي هعملها، هكون جايبة هنا حتة زبدة صغيرة كده وابدأ احطها على وشها وهي سخنة كده، وبالفرشة والفها كده عشان ايه، بتديلها طعم تحفة جميل جميل جدا. هتشوفوا معايا دلوقتي. لو انت بقى وصلت لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتقولي لي رايك كده وتشجعيني وتتابعيني، عشان انا بقدم لك وصفات سهله وعلى قد ايدك ومش هتكلفك، ودي حاجه جميله جدا وتنفع الاولاد في الشتاء كده لو جعانين بالليل او الصبح في الفطار. بصراحة يعني ما خدتش وقت معايا خالص وسهلة وما كلفتنيش كتير وحاجات موجودة في البيت عندك. هنا خلاص بقى بعد ما بدأت اهوت السمنة اللي حتة الزبدة اللي انا كنت حطاها ساحت، وشوفي اللون وشوفي الجمال والشكل والبياض البيض في الحمار بتاعها بيوزعها لي كده ويخليها جميل ما شاء الله. هنا بقى بعد ما عملت كده بجيب فوطة وغطيها شوية وهي سخنة كده بحيث ان هي تفضل طرية، وبعد ما تهدى كده هبدأ اطلعها بقى من الصينية اهي. زي ما انتوا شايفين بقى كده كانت شربت السمنة، شايفين الطراوة اللي فيها، بسم الله ما شاء الله، حرفيا كأنك بتاكلي حاجة كده. بصي طرية طرية جدا وجميلة، والحشو بتاعها الجبنة جوه ومفيش حاجة خرجت ولا انحرقت، واللون جميل ومتوزعة جميلة. شايفة بقى هنا اقطع لك، شايفة السكينة بتمشي فيها جميلة وازاي اهو. وهنا زي ما قلنا الحشوة دي اختيارية براحتك، تحطي ما تحطيش زي ما بتحبيها بالظبط، المهم الاساسيات ما تغيريش فيها. شايفة كأنك يعني كأنك بتقطعي كيكة حرفيا، شايفة من جوه، وشايفة ما فيش حاجة معجنة ومرقة وجميلة، والجبنة من جوه هيت بسم الله ما شاء الله، والطعم تحفة، والتلزيقة اللي كانت فيها دي مخليها طرية وجميلة زي ما قلت لكم. لو عجبتك بقى الوصفة ما تنسيش تعملي لي لايك وتابعيني ان شاء الله في وصفة جديدة وبرضو على قد الايد، ومستنياكم. اشوفكم على خير ومع السلامة، اسيبكم في حفظ الله. اهي حبيت بس اجيبها لك من قريب عشان تشوفي شكلها وجمالها، ما شاء الله ما شاء الله تحفة. هتجربيها وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها. مع السلامة، اشوفكم على خير.